اليوم لنا حظ كتير كبير مع كل انا شايف الجمهور العراقي هالجهة عم بيهيصوا، هونيك ما كتير عم بسمع، وهونيك ما كتير عم بسمع، وهون ما كتير عم بسمع. اهلا وسهلا فيك مهند محسن بهذه الجمعة مع نوال، مع غادة، مع كاظم وحضرتك. كيفك؟ الحمد لله، مساء الخير على الجميع. طبعا حييكم وحيي الجمهور العراقي، حييكم. قد ايه وجود كاظم الساهر بهيك حلقة بيدعم تجربتك ايضا؟ بلا شك طبعا الفنان كاظم الساهر فنان كبير، يعني لي الشرف ان اغني معه اليوم، وخاصة في هذا الظرف الصعب اللي يمر به العراق، وهذا دعم كبير للأغنية العراقية وللفن العراقي من الفنان الكبير مثل كاظم الساهر. يا استاذ هشام تسمح؟ تفضل. ترى استاذ مهند من ملحنين خطرين وموسيقي جيد، ها يعني يمكن قسم كثير من الجمهور يمكن ما يعرف هذا الشيء. من الملحنين المهمين جدا، وايضا هو ساهم يعني عطى كثير من المطربين العرب، ايضا عطى الحان، عطى العيون لراشد الماجد، عطى ديانا حداد، وامكانيه صوته انا ما ادري هو، بس انا مع اصدقائي اسميه جورج وسوف العراق. هذا شرف لي يعني شرف لي ان اكون جورج وسوف العراق، وشرف لي ان يتكلم علي بهالشكل الفنان الكبير كاظم الساهر. ليك هو خليني اكون صريحة انا هيك شوي، نوال بدي هيك مساعدتك. حلو الواحد يكون جورج وسوف العراق، بس حلو يكون اسمه بالعراق كمان. يعني اسمح لي يعني حلو الاسلوب، الامكانيه الطربيه اللي موجوده بجورج وسوف صعب تلقاها باي فنان. خلينا نتكلم وهيدي زقفه جورج وسوف، يعني من سموه سلطان الطرب فعلا. ومهند لان عنده القدره الطربيه، عنده القدرة الطربية الصعبة يعني أن يؤديها بإمكانية رائعة. لا تشوفه شوي هو خجلان شوي خجل سمعنا هيك شيء طرب والله، سمعنا شيء لجورج وسوف. طالما جورج وسوف لا مو لجورج وسوف، هو الطرب اللي عنده يعني. لا بس صوته ليه لا سمعت عراقي مواويل، لو سمعت موال حيفوت يسمعني موال أغنية ملحوقة. لحظة الرجل لم يجلس بعد ونزلنا غاكا والله الموال العراقية موال عراقي مع أغنية لابد. أنا أصحابي ألف 2000 آلاف، أنا أصحابي 2000 آلاف انقطعوا للأسف بالشدة عني بعد جرح الزمن، من عندما خاف إذا أغلى الصديق تخلى عني. كفية بغنية لبوديع، كفية بغنية لجورج وسوف. لا نغير ونسوي الله كرد الله، نغني للسلطان الطرب. يعني معجبين طبعا الفنان الكبير جورج وسوف. لو يوعدني الهوى أسبق ما دوم أسبق معك، أو يروح لبلاد بعيدة، أروح بلاده لو يغيب الحب ضوى عنه باليوم والسنة، بس يكفيني الحب يا قلبي، وفين انت وانا تتكا، بس
مهند محسن بكاراتاكا. مهند، انا ادرك تماما يعني بصوتك، بالحانك، بموهبتك، بموسيقاك، ادرك تماما اعمالك اللي بتعمل، ولكن في حقيقة بكل الدول العربية كل ما ظهر فنان من العراق بيقولوا هيدا الموال عراقي، هيدا صوته خامته عراقية، هيدا صوته متميز. بالمرحلة الأولى. المرحلة الثانية مباشرة بأي مقالة نقدية بيقولوا اي بس عم بيقلد كاظم الساهر. طبعا ما عم بحكي عنك انت، عم بحكي بالمجمل في يعني لما ابن بلدك او باي مكان بيبصم وبيطبع صح، حكما المقارنة تقع، حكما الجملة ترد، يمكن لانه بتلحنوا كمان، يعني انت بتلحن كمان، فعلى طول بيقولوا في كاظم لانه هو الاكثر جماهيرية. كيف يعني هذا السؤال انا اعتقد يعني المفروض الناس شوي. لا بالعكس وهذا الموجود. المفروض في ناس يردون عليها مش انا، لان كل فنان لما يبدي بالبداية اكيد يتأثر بمطربين وفنانين كبار. انت بمين تأثرت؟ انا تأثرت في مدارس، يعني ما تأثرت في مطرب واحد. لان احنا عندنا بصراحة يدري يعني ابو وسام، احنا تأثرنا في المدرسة المصرية، المدرسة العراقية، المدرسة اللبنانية، الست فيروز، يعني احنا تأثرنا في عدة مدارس، ولذلك طلعنا بهالشكل. عندنا خليني كل شوي قاسي، كرمال اوصل معلومتي. صدقا بينك وبين حالك انت او غير فنانين من العراق ما بتقولوا انه ما خلتني اجاوب خليني اقول لك وضح السؤال اكثر. ما بتقول بينك بقرارة نفسك انا كمان بحب تصير بانتشار ونجومية كاظم الساهر؟ طبعا هذا اللي بدي اعرفه. لا طبعا يعني انا لما اريد اخلي قدامي فنان اطمح اصير مثله، اكيد اخلي قدامي كاظم الساهر من العراق، يعني على سبيل المثال. لان فعلا الفنان كاظم الساهر انا مو احكي قدامه، هو يعني انا شهادتي يمكن مجروحه، يعني انا احكي عن كاظم الساهر. فعلا كاظم الساهر وصل الاغنيه العراقيه باشياء جديده للمجتمع العربي والوطن العربي، فهذا انجاز كبير انا اعتبره، واطمح ان اصير مثله. وبالعكس هذا مو عيب، بالعكس انه لازم نتاثر في شيء رائع وراقي. منعود بعد 3 بريك.